السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من موقع جديد من محلة مرحوم. الشقة دي احنا خلصناها جبسون بورد وخلصناها سيراميك. طيب احنا خلصنا السيراميك زي ما انتم شايفين. تعالى كده باركيه الاوض، الباركيه هنا في الاوض اهو. خش تعالى، والبورسلين بتاع الريسبشن اهو. طب احنا خلصنا ونضفنا، بعد كده هنعمل ايه يا اسطى اسامه؟ بعد كده بقى احنا بنحاول ان احنا نحافظ على ايه، على البورسلين. لا تراب ولا رمل ولا اي حاجه، علشان ايه الوش بتاعه يفضل زي ما هو ازاز ما يتجرحش. لان المرحله الجايه عندنا هي مرحله النقاشه، فمرحله النقاشه يعني هيبقى فيه صنفره، يعني هيبقى فيه تراب، يعني هيبقى فيه معجون. فالمرحله الجايه عندنا نقاشه. فانا خلصت السيراميك، ده الصنايعي بتاع السيراميك هو النهارده طالع من الشقه، مش هيخشها تاني الا في تشطيبه اخيره، اللي هي التشطيبه اللي زي كده. دي الوزره اللي لما بيركب الباب بركب الوزره عليها عشان ما اضطرش ان انا اكسر الوزر تاني. بس دي الدخله بتاعه الراجل بتاع السيراميك ده تاني. فعشان الراجل ده يحافظ على شغله والبورسلين يفضل ازاز زي ما هو كده، ما يتجرحش ما يتخربش ما يتوسخش من بتاع النقاشه بعد الجبسون بورد بعد السيراميك. الراجل ده تعالى كده زي ما احنا شايفين، جايبين الكرتون اهو. ده كرتون مضلع، ده بيتباع بالكيلو. فبيجيب الكرتون، هيفرش الشقه كلها من الكرتون دوت، وطبعا معاه لزق. هيلزق الوزر، هيلزق الشقه كلها بالكرتون دوت. هصوره لكم زي ما احنا شايفين اهو. طب الكرتون ده هتحط عليه حاجه ثانيه يا اسامه ولا حاجه؟ الكرتون ده اللي عايز بقى يحط جبس يثبته اكتر ماشي، مش عايز يحط جبس ممكن تحط جبس علشان البوهيه بتبقى عباره عن ميه، يعني بيبقى داخلها ميه كتير، فبالتالي ان الجبس بيمتص الحاجه زي دي ما يقطعش الايه، الورق الكرتون ده. طبعا اللزق زي ما احنا شايفين اهو. خش بالورق ده كده شمال شويه. طبعا الحمام كله معمول بالبورسلين. هتيجي تسالني تقول الحته دي اعملها ليه؟ لان الحته دي هتتعمل رخامه، دي هتبقى كابينه الشاور والجيتات، كل الشقه نظيفه. فاحنا عشان نحافظ على السقيه بتاعتنا، السقيه اهي، عشان تحافظ على البورسلين بالمنظر ده، تحافظ على الباركيه بالمنظر ده، لازم الكراتين دي. زي ما احنا شايفين كرتون حتى على عمدان زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين كده، ده اسمه لزق عريض بيتجاب من محلات الحدائق البويات. هو بيلزق الفواصل بحيث ان ما ينزلش اي حاجه على البورسلين، ويقدر ان هو يحافظ باقصى درجه على لمعان وعلى السقيه بتاعه البورسلين. طبعا الوزر ده كله لسه هيتلزق، وهنا اهو دخل لغايه البلكونه. هنا نفس الكلام. هنكمل الشقه على كده عشان ما اطولش الفيديو عليكم. بيظبط الفواصل وهيلزق لزق زي دهوت كده بالظبط اهو. بكده انت حافظت على السيراميك بتاعك، حافظت على البورسلين بتاعك من الخربيش، من الصنفره، من الشغل بتاع النقاش.